السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير على مشاهديني، على أحلى متابعين ليا في الدنيا. احنا النهاردة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا النهاردة قلت أعمل لكم حاجة حلوة كده للبنات هم قاعدين ياكلوها. بما إن المشمش مالي الدنيا ورخيص دلوقتي. فأنا قلت أجيب وأعمل صينية. أنا المفروض أقولها لكم بعدين، بس أقول لكم دلوقتي هنعمل صينية كيكة بإيه؟ بالمشمش. وحاجه سهله يعني ورخيصه جدا وحاجه كويسه، وهتجربوها وهتعجبكم باذن الله، وتبعتوا لي في الكومنتات وتقولوا لي ان هي كويسه. وعايزه يا رب يا رب كده يكرمكم ان انتوا ايه، تدخلوا على القناه وتشوفوا الطبخ بتاعي، ولو عجبكم ايه ابعتوا لي وقولوا لي ان هو عجبكم ولا لا. يلا نبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هناخده المشمش دوت وهنفصصوه اهو زي ما انتوا شايفين. ادي اهي المشمشيه اهي. نشيل البذره منها اهو زي ما انتم شايفين. هنفصصه كله وايه، وبعد كده هرجع لكم تاني. ماشي يا حبايبي، اهو زي ما انتم شايفين فصصت ايه المشمش بتاعنا وشلت البذر منه. خلاص هنروحوا جايبين الطاسه بتاعتنا القمرايه، وهنروح حاطين فيها ايه كوبايه من السكر. خلاص كده، بس الكوبايه بتاعتنا احنا حطيناها اهي، وايه مش يعني انا بفردها بس كده اهو. وبعد كده مش هنحركها، عشان لو حركناها هتتكرمل وهتمسك في بعضها. لا احنا مش عايزين كده، احنا عايزين بس السكر يسيح، وبعد كده هنقوم حاطين فيه المشمش اهو زي ما انتم شايفين. اهو يا حبايبي رجعت لكم تاني اهو بعد ما اتكرمل اهو زي ما انتم شايفين. ماشي اهو قلبنا اهو، سيبته مرضتش اقلبه زي ما قلت لكم عشان ايه يفك كله. ادي اهي. بعد كده بقى هتعملوا ايه معاها؟ هنروحوا جايبين المشمش بتاعنا وهنروحوا ايه رصينه زي ما انتم شايفين، وهنوطي النار علشان السكر بتاعنا ما يتحرقش، هو كده اتكرمل. فاحنا ايه هنرص بقى المشمش عشان عايزين ان المشمش بتاعنا يتكرمل في قلب السكر. خلاص كده حبايبي اهو زي ما انتم شايفين. هنسيبه بقى يتكرمل ونقلبه على اليمه الثانيه، وبعد كده ايه هنبتدي نعمل الكيكه بتاعتنا. خلاص كده اهو اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. نسيبه ياخد كده ونروحوا ايه مقلبين على طول، ياخد بس الكرمله ونروح مقلبين كله على طول. بصوا حبايبي انا اهو عشان خاطر ما يبقاش سكر خالص هنروح حاطين عليه حبه ربع كوبايه ميه اهي عشان يستوي فيه. خلاص كده اهو زي ما انتم شايفين، دي ربع كوبايه ايه ميه. وبعد كده هسيبه بقى خالص لما يغلي كله مع بعضه، وهطفي عليه ونروح نعمل الخطوه الثانيه ان شاء الله. بصوا حبايبي تاني خطوه، الخلاط بتاعنا هنحط فيه بيضتين، اتنين بيضه. ماشي يا حبايبي ادي 2 بيضه، والله العظيم جربوها هتعجبكم جدا يعني. وادي الفانيليا عشان ريحه الزفاره، وادي كوبايه لبن. كل ده بيتحط على بعضه في الخلاط وبعد كده بيتضرب. كوبايه زيت اهي زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده كوبايه سكر برضك اللي يحب الكيكه بتاعته تبقى مسكره. ويلا بينا نروحوا ايه نضربوه في الخلاط ونشوف هنعمله بعد كده الخطوه الثانيه ايه. بعد كده جبنا ايه ادي كوبايتين 2 من الدقيق، ومعانا كيس بيكنج باودر طبعا اهو نحطه. وبعد كده هنعمله ايه، هنروحوا جايبين نقلبه. بعد كده هنروحوا جايبين ايه الخليط بتاعنا اللي في الخلاط اهو زي ما انتم شايفين. الخليط بتاعي اهو اللي في الخلاط ضربته، وبعد كده هقلب كله في بعضه زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنجيبه بقى صينيه وهنروح حاطين الاول المشمش، او ممكن نحط المشمش نخلطوه في قلب الكيكه فاهميني. وبعد ما بنحطوه في قلب الكيكه
ايه هنجيب المضرب بتاعنا السلك وهنضربه. بص حبايبي دلوقتي معايا ادي الخليط اهو بتاع الكيكه، وهروح نازلين عليه بايه، هنزله عليه كده اهو بالمشمش بتاعنا خلاص كده، وهنروح مقلبينه كله في بعضه، وهروح اصبينه في ايه، في الصينيه زي ما انتوا شايفين. بص حبايبي اهو ادي الخليط بتاعنا كله اهو زي ما انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله. فهروح جايبه بقى ايه، هجيب صينيه بايركس وهدهنها زيت عشان الكيكه بتاعتنا ما تلزقش فيها، وهنروح ايه صبينها كلها باذن الله. يلا نسمو كده بالله، يلا بسم الله الرحمن الرحيم اهو زي ما انتوا شايفين اهو. نقلب تاني تقليبه اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه اهو زي ما انتوا شايفين. ايه الجمال ده، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اهي ادي صينيه الكيكه بتاعتنا اهي، وهنروح نحطها في الفرن، وخليكم معايا لحد ما نحطها في الفرن وتطلع ونشوف هيبقى شكلها ايه. لكم تاني اهو، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. زي ما انتوا شايفين ادي صينيه الكيكه، يلا بقى نقطعوها ونشوف هيبقى شكلها ايه. اهي يا جماعه زي ما انتوا شايفين بعد ما خلصتها اهي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. حاجه تحفه وجباره جدا الحمد لله. يا ريت يا ريت ان انتوا تجربوها وتعملوها، وان شاء الله هتعجبكم باذن الله. واشوفكم في وصفه جديده من منوعات ماما مها، والسلام عليكم ورحمه الله.